السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم ثالث يوم في رمضان، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم بدنا نعمل إن شاء الله شوربة كتير زاكية ومفيدة. إحنا بنحكي لها سلق وعدس، بعرفش أنتوا شو بتحكوا لها. يا ريت كل واحد بيشوف الفيديو بحب إنه يكتب لي شو بيحكي في بلدهم، شو اسمها، يحكي لي في التعليقات. أول إشي بدنا نبدأ بطريقتها. بدي أجيب بصلة متوسطة، أقطعها ناعم وأحطها بالطنجرة وأحط عليها معلقتين زيت وأخليها تتقلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدين بجيب السلق وبغسله وبقطعه وبصفيه منيح عشان أحطه على البصل، بس بعد ما يدبل شوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما تقليت البصل شوي حطيت السلق لازم يكون يعني كميته شوي كتيرة، يعني عشان قد ما كان كتير بعاود بهفت يعني بقل. وبعد ما قلبته شوي بدنا نعمل الدقة اللي هي بتعطينا الطعم الخرافي لهاي الأكلة. بجيب درسين توم أو 3 ومع تقريبا معلقة من الجرادة الناشفة مع قرن من الفلفل مع نتفة ملح، وبندقهم منيح ناعم. إذا في عندك فلفل ناشف بكون أفضل، بس أنا ما عندي، حطيت فلفل أخضر يعني فلفل عادي مو ناشف. دقيتها منيح وحطيتها على السلق وعلى البصل. بقلبهم شوي، بكون ناقعة عدس مجروش قد كاسة تقريبا، بكون ناقعاها شوي مش كتير، قد تقريبا 5 دقايق، وبغسلها وبصفيها منيح وبحطها على السلق وعلى الدقة وعلى البصل. هيك بنقلبهم شوي. بعدين بتجيب مي وبنحط، إذا في عندك مرق دجاج حطي بكون زاكي يعني، أما إذا ما عندك حطي مي ما في أي مشكلة. طبعا المرقة الاصطناعية هاي أنا ما بحبها، إذا أنت بتحبي تحطي حطي لك مكعب. حطينا وغطيته، خليته يغلي شوي، بعدين غطيته وخليته تقريبا نص ساعة على الغاز أو ساعة إلا ربع لحديت ما انهلط معي العدس منيح، يعني بوطي عليه وبخليه. إذا نقصت ميته بعود بزيد عادي ما في أي مشكلة. وهيك صارت جاهزة أكلتنا. شايفين كتير سهلة وبسيطة، قوموا اعملوها للفطرة، كتير مفيدة جنب الأكل أو حتى أكلة أساسية برضو ما في أي مشكلة. بنحط جنبها بصل وفجل ويعني الأشياء هاي الزاكية وبتتاكل. إذا ما بدك إياها شوربة يعني بتحطي جنبها زيتون وشطة وفجل والأشياء هاي اللي كتير زاكية، وبتاكليها أكلة وجبة رئيسية. أما إذا بدك إياها شوربة برضو بصير جنب الأكل. وهيك خلصنا، ويعطيكم ألف عافية وصحتين إن شاء الله وألف هنا.